والدي كان عنيف معايا وبيعاقب من غير ما يشرح هو بيعاقب ليه. أنا ابتديت أخاف وأهرب. أنا اسمي مريم بباوي، معالج نفسي وكاتبة وليا رحلة تعافي 15 سنة. ليا قصة كبيرة مكتوبة في كتاب كبير. اتولدت في أسرة عادية بس ما عندهاش الوعي الكافي بالاضطرابات النفسية، مشكلة نفسية، الطفل حساس، الطفل مش حساس. فأنا كنت الطفلة الحساسة بين إخواتي، فده اللي خلاه إن في عدم تفاهم بينا وعكس إخواتي تماما. والدي كان عنيف معايا وبيعاقب من غير ما يشرح هو بيعاقب ليه، فده وصل لي لهلع ونوبات ورعب. وأنا كنت مريضة نفسيا جسديا كمان. أنا ما كنتش بقدر أتنفس وأنا صغيرة، وكان عندي مرض نادر مزمن وراثي بيعمل لي يعني ليه تأثيرات كبيرة جدا على الجسم كله. فده خلاني كمان أخاف أكتر من الضرب. فأنا كان ليا إخوات 5، 4 بنات وولد، وأنا آخر واحدة، لكن ما كانش ليا علاقة بحد. أنا كنت يعني منعزلة، طفلة حساسة منطوية مع نفسي. لما ابتديت ألاقي إن والدي عنيف وبيضرب، أنا ابتديت أخاف وأهرب. كل هدفي إن أنا أهرب منه، مش قادرة إن أنا أتواجه معاه في مواقف. الضرب كان من غير ما يشرح حتى هو بيضرب ليه، فأنا مش فاهمة. فده بيوصل لي إني أنا بتعاقب وفي خطر حواليا وأنا مش عارفة المفروض إن أنا أعمل إيه. كنا في بيت عيلة، فطبعا والدي كان يعني لما بيزعق وبيتخانق معايا كان كل الناس بتتفرج وكل البيت بيطلع، فهو مش عارف ان انا بدافع عن نفسي عشان خايفه. هو في ايه يا جدعان السعيد ده والصوت العالي؟ والمشكله بقى ان الناس شافتني وانا بدافع عن نفسي اني انا اللي مش محترمه، اني ازاي انت اللي بتردي، ازاي انت اللي بتدافع عن نفسك. فده خلاني احس بالنبذ والرفض وان انا وحشه، فخلاني خدت جنب خالص من الناس وبعدت، وابتديت ان انا اعمل كاني سور حواليا كده شوك بخوف الناس عشان يبعدوا عني. طبعا انا اهلي فكروا ان انا شخصيه يعني عنيفه وقويه بزياده، فلو ما يتخافش عليها. لكن هو في الحقيقه انا كنت من جوايا ضعيفه جدا، خايفه جدا، جبانه جدا، بترعش، حاسه بخزي من الضرب، حاسه ان انا عاوزه اختفي. ضرب والدي كان اقصى حاجه اثرت فيا. بعد كده خلاني لما دخلت الحضانه بقيت اهرب من الحضانه، اجري على البيت. بقيت خايفه من كل رمز للسلطه، مدرس، كاهن، مدير، اي رمز سلطه بشوفه والدي، هو ده زي بابا بالظبط. برضو دخلت المدرسة لقيت المدرس بيضرب بالخرزانة وبيشتم وصوته عالي. ده خلاني يعني حسيت ان انا في خطر. فبرضو انا ساعتها بقى قررت ان انا اختفي، اقعد في الديسك ما حدش يحس بوجودي. ده خلاني فشلت دراسيا، لاني اساسا انا مش مركزة في الدراسة، انا مركزة في الخوف والمدرس اللي بيخوفني.
ده خلى اعراض نفس جسميه جاتلي، فابتدوا في المدرسه يدوني اجازات مفتوحه. كنت بروح الامتحان بس، ما كنتش ناجحه، ما كنتش عارفه اقرا واكتب. واول 6 سنين بقى ابتديت الاقي حاجات تانية، مخاطر تانية بتعرض لها. تحرش، ان والدتي بتحب الولد وبتميزه، ده كان شيء موجع بالنسبه لي جدا. كاني انا نفسي انت تشوفيني، طب ابقى ولد زيه عشان تشوفيني؟ ومع طبعا ان والدي بيضربني ومستمر، فده خلاني ابتدي بقى ايه، ابقى زيه. انا قلت نفسيا انا لازم ابقى زيه، بالدراع بالصوت. فده خلاني دفنت انوثتي من غير ما احس، وانفصلت عنها نفسيا. وابتديت ان انا اخد نماذج ايه، الرجوله، علشان احمي نفسي، علشان اتقبل، عشان هو الولد اللي ليه السلطه وليه الحريه وليه كل المميزات وليه الحب. طبعا انا برضو لما انوثتي اتدفنت ما اتقبلتش، وشافوني ان انا واحده مسخ ومش مفهومه، انا لابسه ليه زي الولاد كده. فكنت بداري جسمي ليه؟ لان انا اساسا اتعرضت لتحرش وانتهاكات جنسيه لمده 7 سنين من 3 رجاله، لان بيتنا كان بيت عائله كبيره جدا، ناس من كل حته بيجوا لوالدي من العيله بيستقروا عندنا، فالدنيا زحمه. وطبعا والدتي والداني وهي كبيره، فهي مهتمه بالكبار، فما حدش يعني واخد باله مني انا فين او بعمل ايه. فاول ما تعرضت للتحرش والاغتصاب الجنسي وانا عندي 6 سنين لحد 13 سنه، ابتديت بقى اهرب للشارع، اقعد طول اليوم وانام في سطح البيت. ليه؟ لان انا لما بطلع في الشقه بتضرب، فانا بهرب بجري، بلاقي حد بيلمسني وانا مش فاهمه المفروض اعمل ايه، ومش فاهمه انا المفروض اعمل ايه وانا عاجزه. وفي نفس الوقت طب انا ما عنديش امان ان انا احكي ايه ده اللي بيحصل لي، ما انا بتضرب من غير سبب، فلما يبقى اقول سبب هيحصل فيا ايه. مع ان انا كنت بسمع معتقدات كده وكلمات عن البنت، فكان بيوصل لي اللي هو البنت هي العيب عليها ولبسها، والولد ما يعبوش حاجه. فده خلاني اسكت تماما، وبالعكس انا حسيت ان انا المجرمه. احساس الخزي خلاني بقى حتى النظافه الشخصيه انا مش عاوزاها. بيزعقوا معايا انت ليه ما بتلبسيش زي اخواتك، ليه مش زي اخواتك، ليه 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 انا الوحيده المختلفه ليه. محدش فاهم ان انا حاسه احساس الخزي. بقيت خافيه جسمي، مش عاوزه اشوفه، بكرهه، منفصله عنه، وكأني ربطت ان كل اللي حصل لي هو السبب عشان انا انثى وجسمي انثى. فابتديت انفصل عنه نفسيا واكرهه. حتى كنت بحب ان انا ابقى قاعده في الشارع عشان التراب يداري جسمي، واني انا ابقى منحنيه وانا ماشيه، وان محدش يقدر، ان محدش يبص لي. نظرات الناس كانها بتقول ان في علامه خزي فيا. بعد سن 13 سنه من الاساءات، فابتديت ان هم ياخدوني الكنيسه. فانا هم من زمان بيروحوا الكنيسه، فانا لما رحت لقيت راهبه بتقول لي توبي ومش توبي. طب انا توب عن ايه؟ مش عارفه، هو انا اللي غلط ولا هم اللي غلط؟ فسمعت كلامهم وقررت ان انا اطلع تاني واعيش في البيت واتحمل الضرب والاهانه. وقلت اقرب من ربنا، الصلاه، الاصوام، القرايه، الكتب الدينيه. ابتديت اقرب من ربنا واصلي طول الوقت، و10 سنين بحاول في الصلاه اني اخف نفسيا، ما خفتش. طب هو الصلاه اللي غلط ولا ربنا مش سامعني
طب انا ليه منفصل عن انوثتي؟ طب ليه انا غريبه؟ طب ليه انا مختلفه؟ طب ليه انا فيا وجع من جوايا بيقلبني ليل نهار؟ ما عنديش تفسير. فابتديت بقى ان انا اسيب ربنا تاني. لو انا عرفت ربنا منفعش، ادخل بقى في ايه؟ سكه ادمانات. فقعدت في الادمانات، لقيت نفسي متعذبه اكتر. انا مش مرتاحه كده، انا مش عاوزه الحياه دي، مش هي دي اللي انا حاساها، انا مش مرتاحه. وكان جوايا احتياج صارخ للاب والام وانا مش عارفه، وكأن الطفل اللي جوايا ما كبرش. فبعد الادمان بقى قلت انا لازم انتحر. وفعلا حاولت 20 مرة بكل الطرق، فربنا كان بيحميني وبيخرجني من الانتحار عشان ابقى سليمة. ده وصل لي ايه؟ ما وصليش ان الله بيحبني، ده وصل لي اني انا انت عاوزني اتعذب، انت مش عاوزني ارتاح، اصل انا راحتي في الموت، مفيش حل بشري. دخلت في صراع مع ربنا اللي هو انا مش عاوزاك، ولو انت في السماء وانا هقعد في الارض، وانا مش عاوزه مكان ولا في انت ولا الناس. انا ليه كده؟ انا ما اخترتش الظروف دي، ما اخترتش الشكل ده، ما اخترتش ان انا اكره نفسي كده، ما اخترتش الصراع ده، ما اخترتش الظروف دي. فربنا بقى ابتدى يتدخل بعد ما انا حاولت الانتحار 20 مره، وانا كنت مصممه ان انا هكمل محاولات الانتحار. اتدخل بطريقه عجيبه. لو كان حد جه وعظني ما كنتش هسمع، كنت بكره حد يقول لي دين او قناه دينيه. خلاص انا مش مستحمله الحياه دي، مش قابلاها. فابتدى يبعت لي واحده في سفريه عجيبه. قلت اروح السفريه دي. لقيت فيها واحده قريبتي صغيره في السن، كان عندها حوالي 16 سنه. وابتديت مع الوقت احكي لها، قلت لها ده انا عشت في الشارع يعني 7 سنين، وان انا اتبهدلت وحصل لي اساءات وحصل لي انتهاكات وصليت ومفيش حاجه نفعت. ممكن نبقى صحاب؟ انا اساسا محدش بيحبني ومحدش بيصاحبني، وهتقعدي بقى تقولي لي توبي وصلي ويعني اتغيري. انا مش هقول لك توبي ولا تغيري، انا قابلتي زي ما انت. قالت لي لا مش هقول لك اتغيري، انا هحبك واقبلك زي ما انت. وبقيت ابكي في حضنها. لاول مره الحضن ده احس ان انا كاني ربنا حضني. ساعتها قلت البنت دي من ربنا، من يسوع. فرحت قلت طب خلاص اجل الانتحار، ده انا اول مره حد يحبني. فهي شافت عذابي والمي ووجع النفس اللي من جوه قد ايه صعب. عشان ابقى بنت روشه او ولد روش، اصاحب دي واسيب دي وما يفرقش معايا النجرح اللي قدامي. فجاه في يوم فتحت تلفزيون على قناه سات سفن، قناه دينيه، فلقيت برنامج بيقول ان في علاج وجنس والادمان، وانا اساسا ما كنتش بفتح قناه دينيه. فانا سمعت فقلت يمكن فاهمه انا عندي ايه. فابتديت اطلب بقى ان انا اقابل الشخصيه اللي اتكلمت، وفعلا رحت قابلتها. اول ما قابلتها قالت لي ده انت حصل لك اساءات وعندك ميول مثليه واضطراب نفسي ومحتاجه ايه علاج. ابتديت اروح لدكاتره وابتديت اتنقل من 1 ل2 ل10 ل20. في اللي قال لي ده انت ما بتعمليش خلاص سلوكيات ادمانيه يبقى انت كده زي الفل. في اللي قال لي ده طريق ما فيهوش امل، ده السكه طويله وجايز توصلي لحاجه وجايز ما توصليش. فضلت ادور، لقيت مشيرين ادوني الحب والقبول، بالرغم ان هم شايفين ان انا مفقود مني الامل يعني في العلاج. اولا انا مش بعرف اقرا واكتب، فانا مش عارفه اعمل خطه علاجيه، ما عنديش خبره، ما عنديش وعي، جهله معرفيا علميا. وكمان عندي اضطراب، يعني المرض الجسدي نفسه بيعمل حاجات غريبه في الجسم ممكن يوقف العلاج.
فابتديت قلت برضه انا مش هسكت يا رب، لو انت بقى فعلا انا ما عنديش غير الطريق ده. قررت ان انا اقعد بال10 ساعات كل يوم اكتب. انا علمت نفسي القرايه والكتابه، وبعد كده ابتديت ان انا اكتب. انا مش عارفه انا هكتب ايه، لكن كتبت. ال10 ساعات دول خلوني ادخل في اكتشافات. الشخص اللي بيخش في رحله تعافي بيلاقي ربنا واضح وضوح الشمس معاه. يمكن ما كنتش حاساه في وقت الصلاه، لكن لما ابتديت رحله العلاج حسيته، وكان بيجي يديني طرف خيط ويمشي. فانا خدت طرف الخيط الاول الماضي، ماله الماضي باللي انا فيه؟ الماضي ده انا نسيته. فابتديت امشي ورا الماضي ده، لقيته بيوجع. قلت لا، ده يبقى فيه سبب وفيه رابطه بينهم، انا همشي كده وراه. قعدت سنه ونص 2 بصرخ والم نفسي وبفتح جروح وبواجه وغضب جوايا وانتقام. فقلت طب ده اخرته ايه؟ مش عارفه. جيت بعد 2 من فتح الجروح دي، حسيت في يوم بسلام نفسي عمري ما حسيته. ساعتها بس حسيت وكأني يعني ربنا جري وانا جريت عليه وحضنته. كان اول مرة احس بوجود ربنا، لما حد حبني وحضني من المشيرين، ولما حسيت بالسكون النفسي والسلام بعد ما جروحي اتفتحت والاوجاع طلعت. كان كأنها جروح مسمومة جوايا. بعدها ابتديت امشي وراها خطوة تانية. ايه ده في طفل داخلي جوايا ما كبرش، ده انا عندي احتياجات غير مسددة من الطفولة، ده انا عندي مخاوف لازم اكسرها. طب ده هعمله ازاي؟ المهم انا قعدت بالكتابة لحد ما اكتشفت خطة علاجية كبيرة، لدرجة ان المعالجين كتبوا مريم طبقت المدرسة العلاجية الفلانية قبل ما تفهمها. كنتش درست حاجة، ولما جيت قلت لهم طب ادرس مشورة عشان افهم اعالج نفسي، قالوا لي انت مريضة دلوقتي فما ينفعش تدرسي. فانا كل شيء اتقفل في وشي. كملت. ولما قالوا لي تحبي تاخدي موهبة ايه، قلت لهم انا عاوزة اتعلم رسم. ده كان بيساعد في اني نفسيا برضو في العلاج. رحت لكذا مدرس، فالمدرس جه قدام الطلبة كلها وقال لي ايدك دي ربنا ما خلقهاش ترسم، مستحيل اتخلقت للرسم، ما اتخلقتش للرسم، وفري فلوسك وامشي. فانا هنا انهارت. انا عندي اساسا هلع وبقاوم الخوف بشهور. فروحت احتضنت طفلتي وسلمتها لحضن ربنا، وحتى شجعها، وفعلا قعدت ارسم ولا برافو، بالرغم ان انا برسم اي كلام. جيت بعد 4 سنين من المحاولات رسمت اول لوحة طلعت، اتعمل عليها مجموعات مساندة، وابتديت ان انا ارسم اغلفة كتبي. ابدعت. المدرسين نفسهم هم قالوا لي انت ازاي قدرتي ترسمي، احنا مش عارفين السر فين. قلت لهم ربنا وتشجيع وايماني بنفسي تصميمي. وكان المعالجين فعلا بيقولوا احنا بنشوف معجزات في وسط الجلسات معاكي. انا بجري فجأة اقول لهم ده انا اخترت هويتي من اول وجديد، انا اخترت الانوثة. طب اتعرف على الانوثة ازاي؟ مش لاقياها. طب انا اشوف في النت مش لاقيه حاجة عن الانوثة. طب انا اكتشفها ازاي يا رب؟ احبها ازاي؟ ايه اللي يخليني احبها وانا شايفاها وحشة في المجتمع حواليا؟ قلت انا هكتشفها بنفسي، مفيش امل ان انا اعرفها من حد. ابتديت اعيشها واختبرها واعيش مشاعر. لقيت نفسي كتبت كتاب عالم الانوثة. عشقتها، حبيتها، اخترتها من اول وجديد. حبيت ولد، ابتديت اتصالح على الرجاله، ابتديت اتصالح على ربنا، ابتديت اعمل صراع مع ربنا واتصالحت معاه. لقيت جروحي كلها اتفتحت في حضنه. لقيت ان النفسيه هي اللي خلتني احب روحيا وانضج روحيا وابقى عارفاه بحق وحقيقي. يمكن الاول كانت صلاتي مش جايبه نتيجه، لاني كان لازم امشي سكه
كان لازم افتح جروحي، كان لازم اتشفي من الاوجاع دي. فلما اتشفيت منها انا قدرت اشوف ربنا بصورة جديدة خالص من غير تشوه. انا الاول كنت شايفاه زي بابا هيعاقبني، المفروض ان انا راضيه، المفروض ان انا يعني اخده كده اللي هو يعني الطاعة العمياء عشان هيعاقبني. بعد كده لقيت شخصية تانية جميلة ما حدش يعني ما اختبرتهاش قبل كده. هنا أنا لمست ربنا، لمست أنوثتي، لمست كياني من أول وجديد، لمست حياتي، ملكتها تاني. وابتديت بقى إن أنا أتعلم ودرست وبقيت دلوقتي معالج. وابتديت بقى قلت أنا مش هاخد العلاج ليا لنفسي وامشي، لا ده أنا هكمل. أنا لازم حد شجاع يطلع للناس ويقول إن في تعافي وفي علاج وفي تغيير وإن في ربنا بيشتغل في العلاج. فابتديت إن أنا أخرج بقى وأكتب كتاب عن قصتي، وابتديت أطلع كل الكلام اللي أنا كنت بكتبه بالعشر ساعات في التعافي بوجعه بألمه بمشاعره باكتشافاته في كتب. الكتب دي برامج علاجية من خبرة حقيقية. ابتديت أتكلم في الجورنال، ابتديت أتكلم في التلفزيون، حتى في الجريدة بقى ابتدى يقول أنا أول مرة نفتح حاجة زي كده، وأنا عارف إن الناس ممكن تهاجمني لكن أنا لازم أكتب. أنا عملت طفرة في إن حد يطلع يقول أنا حصل لي كذا وكذا وكذا، وأنا كاتبة في الكتاب بالتفاصيل، فيديوهاتي في كل اليوتيوب في كل الصفح، وده عمل ربنا. أنا لما جه في الآخر قال لي طب تحبي لو هتختاري شكل حياتك من أول وجديد تحبي تكون إيه؟ قلت له بصراحة أنا هختارها هي بنفس اللي حصل فيها، بنفس إساءتها، بنفس أشخاصها، لأن هي دي الحياة اللي خلتني جميلة ومميزة، خلتني أكثر رحمة، خلتني أكثر إنسانية، خلتني إنسانة جديدة عندي طاقة حب وغفران. غفرت للعيلة وغفرت لأهلي وغفرت للمسيئين ليا، وبتعامل معاهم وعايشة وسطيهم، بكن ليهم كل الحب. عندي تفهم للبشر أعمق من كده. أنا نفسي بشوف معجزات في الجلسات، بشوف ناس تانية بتتعالج، بشوف ناس تانية بتخف بالكتاب، بتشوف قصة بتتشجع بتكمل. ده عمل ربنا، ده المجد اللي عمله، طلع من كل القصة المشوهة دي حاجة كبيرة. ودي كانت نقلة بتقول إن ربنا موجود وبيعمل، وعمل فيا وممكن يقدر يعمل فيك لو انت اخترت. اللؤلؤة أصل الحكاية.